السلام عليكم خوت الاصدقاء، تحياتي لكم، تحيه لجميع المغاربه اللي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. ومعنا خونا سفيان التمساح، مشجع الرسمي ديال المنتخب الوطني والنادي المكناس. اش كتقول في المباراه البارح خويا سفيان؟ ومرحبا بك معنا في السلام القناه. عليكم، تحيه جماهير ديال النادي الرسمي داخل الوطن وخارج الوطن. اول حاجه التحيه للعرب كاملين، الحمد لله اللي فرحوا معنا بالنتيجه البارح، والحمد لله العرب كامل ماشي مغاربه اللي فرحوا، العرب كامل فرحوا، وسبحان الله من الاجناس ديالهم من النساء والاطفال، ولا واحد الفرحه كانت عامه سبحانه وتعالى من عند زعما نقول لكم جميع الانصاف ديال الجنس، الشعوب العرب والكبار. والحمد لله كتبدا في الدار ديالنا كانت عندنا واحد الطقوس عائليه، كلشي فرحان الحمد لله، كلشي والله الا فاجاو علينا. واخا كنعيشوا واحد الضغوطات في الحياه حكم الحياه دابا اللي ولات قاصحه، كنعيشوا واحد الضغوطات، ولكن الحمد لله مع المنتخب الوطني المغربي فرغنا هذاك الضغوطات الحمد لله، ونتمنى لهم التوفيق. ونقول لهم بالله السير الكراكي عندك فريق قوي، عندك فريق امكانه تكون عنده المكانه ديالو في نصف النهائي ان شاء الله باذن الله. عندنا فريق متكامل، عندنا 5 وخموس علينا بعدا الحمد لله، عندنا احتياط. الفرق ملي كيكون عندنا الاحتياط يعني عندك السلاح باش كتدخل كتضرب السلاح الكبير. كما البارح درنا 2 شونجميات قبل الموازين بلجيكا، ولعبنا مع بلجيكا واحد المباراه اللي هي نيفو واحد، ما خليناهمش يطراو علينا في النيفو، بقينا غادي معاهم في الريتم ديالنا، هما داروا الشونجميات ديالهم وحنا درنا الشونجميات ديالنا، والشونجميات ديالنا عطاو الاكل ديالهم. عندنا لاعب صابري من طراز عالي تبارك الله عليه ما شاء الله، واحد لافراب عنده اش غادي نقول لك ما شاء الله. واخا كنا امن له، كان المباراه كان لا باس به، ما كانش قدم شي مستوى رائع، ولكن الحمد لله فاش الكراكي ما صونجاش حتى 80 صونجا بكري، عطى الاكل ديالو الحمد لله، وجا الهدف الاول اللي عرفنا نحافظوا عليه وعرفنا نتعاملوا معاه، ودرنا التكتيك ديالنا ولعبنا على الكونتر اتاك، وجاب الله الهدف الثاني الحمد لله باش ذبحنا الماتش وفرحنا العرب كاملين. وبغينا نقولوا ان شاء الله المباراه ديال كندا باذن الله بغينا نربحوا الماتش ديال كندا ونطلعوا حنا هما الاولى في الصداره في المجموعه باش نحيدوا الشكل العالم اللي كان تيقول لهم بلجيكا كرواتيا غدوز والمغرب تيبقى نقطه سوداء يهضروا عليها الناس. المغرب بين لهم المكانه ديالهم انهم منتخب من طراز اليف، وعطى الكلاسمون ديال المنتخبات القويه بحال فرنسا والبرازيل، حتى حنا عندنا النيفو ديال فرنسا وديال البرازيل. وان شاء الله غادي نقولوا كلمه ديالنا باذن الله، وتنتمناو ان شاء الله نلتقوا مع كوستاريكا ولا مع اليابان. حنا ضد المنتخب الالماني، لقاش المنتخب الالماني منتخب مثلي وتيبغي يخسر السمعه ديال دوله قطر اللي كانت في التنظيم ديالها 100%. وتنشكروا دوله قطر اللي بينت على مكانه العرب، وبينت ان العرب راه هما اسياد الحياه واسياد الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى، فاصطبروا ان الصبر الجميل. والحمد لله باذن الله غيبقى في كاس العالم في التاريخ جميع تتقوم ديال العالم وان شاء الله. وديما ماروك جوسكا لامور، وتنتمنى من اللاعبيه انهم يزيدوا التركيز ديالهم العالي، يبقاو في التركيز ديالهم انهم ما تدخلوش داك يشوفوا الجمهور فرحان ويشوفوا ودخلوا داك الكبرياء وداك الشيء، يبقاو في التركيز العالي. ومن الهدف ديالنا نصف النهائي ان شاء الله ولما لا النهايه. الكره ما عندهاش المنطق. برافو.